المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخا بزا ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. 7. تصنيف الأحرف الساكنة حسب منشأها. مقزرا شخر تصطوقز شخرمچة زرزتراف خرر. تتشكل أصوات نطق الأحرف الساكنة عن طريق مساهمة الأعضاء التالية كل لوحده أو بالتشارك بين عضوين، وهي الشفاه، اللسان، الأسنان، الحنجرة. انظر إلى الجدول التالي. 1. الأحرف الشفوية، وهي أ. الأحرف التي تتشكل بمساهمة الشفتين: ب، 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 أ، ن. ب. الأحرف التي تساهم فيها الشفاه والأسنان: ذ، ف. 2. الأحرف التي تتشكل بمساهمة مقدمة اللسان: أ. الأحرف التي تتشكل بمساهمة مقدمة اللسان والأسنان: د، ت، ط، أ، ن، ز، ذو، ث، 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 ز، س. ب. الأحرف التي تتشكل بالتصاق اللسان مع سقف تجويف الفم: ج، ش، ج، ش، ج، ç، ژ، ş، ç، r، ż، ş، su، zu، s، su، ç. س. الأحرف التي تتشكل بالتصاق مقدمة اللسان مع الأسنان: ل، ث، ث. 3. الأحرف التي تتشكل من وسط اللسان: غ، خ. 4. الأحرف المتشكلة من جذر أو مؤخرة اللسان: ك، ج، ك، غ، غ، خ، خ، ك. 5. الأحرف المتشكلة من مقدمة الحنجرة: ق، ق. 6. الأحرف المتشكلة من مؤخرة الحنجرة: أ، أ، خ، ح. تقطيع الكلمات. بتشغر. تتكون الكلمات في اللغة الشركسية على شكل مقطع، وكل حرف صوتي يؤدي إلى وجود أو تشكيل مقطع، أي بقدر عدد الأحرف الصوتية توجد مقاطع. غالبا ما يكون الحرف الصوتي عند نهاية كل مقطع، مع العلم أنه في بعض الأحيان يشكل الحرف الصوتي مقطعا لوحده، كما هو مبين في الجدول أدناه، وهذا لا يخضع إلا لقاعدة نغمة الصوت. انظر إلى الجدول أدناه. أمثلة على تقطيع الكلمة: الكلمة، المقاطع، الأحرف الصوتية وعددها، عدد المقاطع. مأرس، م، أ، رس. 3. ه، ه. 3. تفاح. واستغ، واستغ، أو وستغ. 2. و، 2. مصباح. خافة، خافة. 2. ها، 2. حامض. دج، دج. 2. 2. مر. غصأواغ، غصأواغ. 4. ها، 4. تعجب. مجج، مجج. 3. و. 3. يلعب. الحرف و يكون أحيانا حرفا صوتيا ناقصا، حينها لا يقوم بعمل مقطع في الكلمة، وذلك حينما يأتي قبل أو بعد حرف صوتي آخر وليس عليه نبرة. أمثلة: وايا، وانا، قوايا، تشو. وكذلك فإن الحرف
يي ناقص لا يستطيع أن يعمل مقطعا. عندما يأتي الحرف و قبل الأحرف الساكنة أو عندما تكون عليه نبرة يصبح حرفا كاملا. أمثلة: ونه، موص، تشوبت. وفي هذه الحالة يستطيع أن يقوم بدور تقطيع الكلمة. 1. تقطيع الكلمة في حال الحرف و كامل: ونه، و نا، بيت. موج، ما و ج، يرقص. تشوبتش، تش و تش، باب الدار. 2. تقطيع الكلمة في حال كون الحرف و ناقص: واي، ي. 2. أجواء ماطرة: وانا، نا. 2. سرج: قوايا، قوايا. 2. جبن: تشو. 1. أرض مسورة. يحتل مفهوم المقطع تقطيع الكلمة في اللغة الشركسية أهمية كبيرة، إذ تصبح عملية القراءة والكتابة سهلة عندما يتم إتقان عملية تقطيع الكلمة. وبدون فهم عملية تقطيع الكلمة تظل القراءة والكتابة صعبة للغاية، وذلك بسبب طول الكلمة، وهذا ناجم عن وجود الأحرف المركبة. ملاحظة: لجعل القراءة في اللغة الشركسية سهلة، حاول أن تقرأ كل مقطع لوحده فقط، ثم تابع قراءة المقطع الذي يليه، وهكذا، ولا تحاول أن تنظر إلى كامل الكلمة دفعة واحدة.